هذه شلالات حمام قرقور ما شاء الله، آية من آيات الله عز وجل. شلال ماء عذب بارد ما شاء الله. وهذه هي الجبال، أعالي حمام قرقور. أما الحمام فهو من هنا، هذه طريقه، تذهب من هنا حتى تأتي على الحمام المعدني ما شاء الله. ومن أراد التفسح فيذهب من ذلك الجانب، في نهايته أشجار كثيفة وصخور، آية من آيات الله عز وجل. هذه هي الجزائر، هذا بلد الجزائر ونحن مفرطون فيه، لكن والله المستعان حينما يرى الإنسان بعض الأمور لا تسره، مثل القاذورات، ناس تأتي تأكل وترمي فضلات الطعام، ترمي الأكياس، الله المستعان. وهناك هداهم الله من يشربون الخمر، نسأل الله عز وجل أن يهديهم، ويرمون القوارير في الغابة. وهناك من يشعل النار ويترك الفحم، هداهم الله جميعا. آية من آيات الله عز وجل. ماذا نفعل؟ نهينها بأفعالنا. والطامة أنك إذا رأيته لو ذهب إلى بلد من البلدان رأيته نظيفا ويدعي وكذا، فإذا أتى إلى بلده وسخه، هو الله المستعان. بل ربما دعا إلى ذلك. كثير من الناس إذا رأى صديقا له يحاول جمع القاذورات يقول له خليها، دعها مكانها، الله المستعان. هذه بعض التصرفات التي جعلت الإنسان لا يستطيع أن يذهب مع عائلته، لا يستطيع أن يتفسح. إذا أتى يتفسح ينظر هذه المناظر، يعني لا يستطيع. إلى جانب ذلك هناك بعض الأوباش وبعض الفساق يأتون بنساء عاريات، نسأل الله السلامة والعافية. في بلد محافظ، بلد مسلم، نرى هذه الأمور أمور يندى لها الجبين. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. فاتقوا الله في بلدكم فأنتم مستخلفون فيه، محاسبون على ما تفعلون فيه، فإن حفظتموه أثابكم الله، وإن أهنتموه أهانكم الله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا للعمل بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. فبمثله أن فعل أو جعل الأذى في الطريق ليس من الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا نداء إلى الناس: استحي يا عبد الله، لا تأتي بزوجتك متبرجة أمام الرجال، اتقوا الله عز وجل، واجعلوا فسحة لمن عندهم غيرة وعندهم أخلاق وعندهم دين، حتى يتفسحوا في وطنهم.